السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناه وصفات ناجحه. اليوم جبت لكم واحد الفيديو مهم بزاف، خصوصا في هذا الفصل ديال الصيف. غادي نهضروا على الرجلين، الجفاف، التشققات، وحتى اللون اللي كيتبدل مع الوقت. لكن ماشي مشكل، لان مع هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم غادي ترجعوا تشوفوا الفرق من اول اسبوع ان شاء الله. والوصفه بسيطه البنات، والمكونات راه موجودين بثلاثه مكونات: الفازلين والزيت والبيبونتين. يعني هاد المكونات هادو زوينين بزاف في الترطيب، وكيحميو لنا الطبقه الجلديه الفوقانيه باش ما يظهروش لنا التشققات. بعدا ندويو على اسباب تشققات البنات والجفاف ديال الرجلين. اول حاجه خليني نقول لك علاش رجلينا كيتاثروا بزاف في فصل الصيف. لان كاينه الحراره بزاف، وكنمشيو بالصنيدلات بلا تقاشر، والاستحمام بماء سخون، وما كندهنوش الرجلين ديالنا، وهذا الشيء كامل كيدير الجفاف على القشره والتشققات في الكعبين، يعني في الرجلين. بالنسبه لهاد الخلطه البنات راها زوينه بزاف بزاف وكتنفعنا. كترطب لينا من اول استعمال. غادي تشوفي النتيجه وغتجربيها وغتردي عليا ان شاء الله في الكومونتيرات. بالنسبه للقوام ديال هاد الوصفه كيجي بهذا الشكل هذا، بحال شي حليب. كيدخل لنا الاعماق ديال الرجلين، خصوصا الا درنا السلوفان ولا التقشرات ديال السيليكون اللي ولاو دابايا. بالنسبه للوصفه البنات غادي ندوزو ليها. غادي نحتاجو ملعقه صغيره او شويه من البيبونتين. هاد البيبونتين ديال الدراري الصغار، بوماده. وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الفازلين. الفازلين راكم عارفين زوينه بزاف في الترطيب. وغادي نحتاجو شي زيت. الزيت كيما بغات تكون سواء ديال الكوكو، سواء ديال اي زيت عندك في الدار، زيت الزيتون، الارغان، جوز الهند. انا هنايا استعملت الارغان، هذه عندي الارغان. وتقشر السيليكون ضروري البنات ما يكونوا عندكم، ولا اللي ما عندهاش راه ممكن تستعمل ميكا او سلوفان وتلبس من فوقهم تقشر سخان. يعني ماشي تقاشر يكونوا رقاق، تقاشر يكونوا غلاضين سخانين يسخنوا لك رجيلاتك، كيعطيو نتيجه واعره. مهم بالنسبه للفازلين كيرطب وكيحمي. بالنسبه للزيت كيغذي وكيلين لينا هذيك طبقه الجلد الفوقانيه. والبيبونتين كيعالج لينا وكيصلح الجلد المتضرر. راه عارفين البيبونتين، هذا البيبونتين اللي كنستعمل ديال الدراري الصغار، اللي كتحيد لهم ديك الحموريه اللي كتكون فيهم، واحد الحموريه، بحال شي طفح جلدي ولا بحال هكاك اللي كيحيد. المهم هاد ثلاثه الا جمعناهم النتيجه كتجي روعه بزاف. طريقه التحضير البنات: غادي ناخذوا زلافه وغادي نخلطوا فيها الفازلين مع الزيت، وزيدي بيبونتين وخلطي مزيان حتى يولي الخليط ناعم بهذا الشكل هذا. الا بغيتي خزني الخليط في قنينه صغيره وتستعمليه يوميا. انا هنايا استعملت غير اللي غادي نستعمل نهار، درت اللي غادي نستعمل في نهار ولا ليله. شوفوا قبل وبعد كتكون النتيجه روعه بزاف. هنايا طريقه الاستعمال: بالليل غادي نستعملوه ان شاء الله. قبل ما تنعسي غسلي رجليك بالماء دافي وديري التقشير. ضروري ما نقشروا رجلينا البنات، تقشير خفيف بالحجر او الليفه، ونشفيهم مزيان. دهني من هاد الخلطه، لبسي تقاشرات او هاد التقشرات ديال السيليكون. المهم اما سلوفان وتقشرات نورمال يكونوا سخان، اما لبسي هاد التقشرات ديال السيليكون اللي كاينين دابا، راه كيتباعوا عند صحاب المكياج وكاينين حتى باغ انترنيت. وغادي تبداي تشوفي الفرق من اول اسبوع. وهذيك الكعبين ديالك والرجيلات ديالك غادي يوليو ناعمين وبلون موحد. حتى هذيك الزروقيه اللي كتكون فيهم مره وبلايص ديال الصلاه وهذا، الا كنتي كترطبي راه ما كيبقاش هذاك الشيء كيمشي كيولي لون موحد. نصائح اضافيه للبنات: غادي تشربي الماء بزاف باش حتى هذوك التشققات يختفيو. ديري التقشير مره في السيمانه. ديما ديري كريم ترطيب في الصباح، وهاد الخلطه بقيت ديريها بالليل احسن حاجه. وخافي على رجلك من الشمس والصنيدلات القاصحين، ضروري البنات من هاد الشيء. غادي نبقاو نخلطوا الوصفه هكا حتى تتبان لك ولات متجانسه وبحال شي حليب. الفازلين ديالنا يذوب مزيان.
وهذا هو القوام البنات اللي حصلنا عليه، كيكون فحال شي حليب. وكنطبيو على رجلينا او ايدينا، المهم على حسب البلاصه اللي بغينا نديرو لها الترطيب. راه كيرطب بعمق البنات. انا هنا غنطبي شويه على اليدين وندلكو مزيان، وغتشوفوا الدرجه ديال الترطيب ديالو. بالنسبه للرجلات الا بغيتي ديريه بحال هكا غديريه حتى الفوق، ماشي غير لتحت، يعني ماشي غير هذوك الكعبين من التحت، لا، من مور فاش كان نديرو التقشير بهاد اللعيبه هذه. صافي كنطبيو علينا هذاك الماسك وكنديروه حتى من الفوق، وكنخليوها البنات ليله كامله حتى للصباح. كتغسلي رجلك غير بالماء، ما تديريش صابون، غير الماء. تيعطي واحد الدرجه ديال الترطيب عميقه يا البنات. ولكن ضروري من التقشير في الاول، ضروري ما نقشروا البلاصه اللي بغينا نرطبوها. كما قلت لكم الجوارب ديال السيليكون ضروري منهم، او هذوك حتى الليغات ديال السيليكون راه كاينين اللي بغات تصاوب يديها. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يعجبكم من الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وجيم، وبسلام عليكم. الى